في تاريخ 19/11/2022 قام الجيش التركي بعملية عسكرية جديدة استهدفت مناطق شمال وشرق سوريا تحت مسمى مخلب السيف. شملت مناطق كوباني، شهبة، درباسية وديريك على طول الشريط الشمالي لسوريا، والتي أودت بحياة العشرات من الشهداء والجرحى وتدمير البنية التحتية في هذه المناطق. إن قيام تركيا بهذه الاعتداءات الغاية منه عرقلة المشروع الديمقراطي وخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة تحت ذريعة العملية الإرهابية المدانة في اسطنبول باسم الأحزاب السياسية والمنظمات المجتمعية والحركات النسائية في حلب. ندين ونستنكر مثل هذه الأعمال والممارسات المنافية لكل القيم والأعراف الدولية من جانب الحكومة التركية وانتهاك صارخ للسيادة السورية. ندعو المجتمع الدولي وفي المقدمة روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على تركيا لوقف العدوان المستمر على الشعب السوري. قرارنا في هذه الأيام العصيبة والمصيرية هو الالتزام التام والشعبي بقرار القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية 25/11/2022. داخیانی دیروکا نوستی انسان 2022 ده جارا کدر ارتش دولت ترک اپراسیون کنو ده هرم باکور و روجلات سوریه تکر دبن ناف کلاب الشور للسرمسري هرم كوباني ترفعت شهبا دربسية وحياة ريكي ده انجام ده هجمارك باكروان جيانا خاش دستان وبدهان كس بريندار بون وبنساسي آفان هرمان هلوشيان. اف دستوردان کو ترکیه دکه آرمان جه پاشخستنا پروژه ديمقراطية و ترور کرنا ولاتیان و پیدا کرنا روشت نآرام ده هرمه ده ببهانه اپراسیون تروری یا کود استنبول ده رودا بو. ام ده پارتیین سیاسیین سوری و ریخستن جباکی و تفکرین جنه ده لحلبه وان کریاران لدجی رازو رواز ناف دولتی ینج آلی حکومت ترکیه و بالبکرن وانج سروریا سوریه را شرمزار دکن هر وها انبام لجواکا ناف دولتی دکن و دستپیکا وان روسیا و امریکا برولا خرابن و فشار بکن داکو ترکیه ایرشن خال سر تباهی گل سوری راوستینه.